السلام عليكم. غادي نقدم معكم معلكه ديال اللوز، كتجي ممتازه واقتصاديه. بالنسبه الى خدمناها في البيت فهي كتكون في المخابز، كتكون صراحه طالعه في الثمن، لان ما كتصدقش مع اي حد. يعني هذه كتشمت هاد النوع ديال الغريبات، هادو كيشمتوا، هادو اللي ما فيهمش الدقيق. ولكن الا تبعتوا طريقه الفيديو راه ساهل مهل، وفيديو قصير ماشي طويل. هانتوما شوفوا لي التعليكه كيفاش جات من الداخل، من برا مقرمشه ومن الداخل ما شاء الله معلكه. واش غادي نقول لكم، تابعوا الفيديو وغادي تشوفوا جميع المراحل. خلال 5 دقائق غادي نحاول نشرح الفيديو مزيان مزيان. فبسم الله على بركة الله، تابعوا معايا الفيديو. المقادير وطريقة التحضير. بسم الله نبداو. هنا انا غادي نخلط الكاوكاو واللوز. هنا عندي 250 غرام ديال اللوز اللي مفسخ، وعندي 250 غرام ديال الكاوكاو اللي محمر شي شويه ماشي بزاف لان مازال غيزيد يطيب، و250 غرام ديال السكر. يعني كنديروا بالضبط نفس العبار. في حالة إلا درنا نص كيلو ديال اللوز كذلك كنديرو 250 غرام ديال السكر، باش كيجي يعني في المذاق والقوام كتجي هي هذيك. كان أول حاجة كنطحنو اللوز وعاد كنضيفو عليه السكر، كنعاودو نطحنوه المرة الثانية، ما كنخليوش كاع حتى يجي بحال العقدة ديال اللوز، لا كنخليوه شي شويش مرمل. هو كيتجمع في اليد ولكن كيكون باقي شويه مرمل. كذلك غادي نطحنوا الكاوكاو كذلك غادي نخليوها مرمله، ما نديروهاش كاع تعجن كاع وما نخليوهاش كونكاسي، لا خصها ترمل تجي بحالها بحال الحبات ديال الكسكسو هكذا، باش كتنجح المعلكه وكتبقى معلكه مده طويله. هانتوما كتشوفوا بحال الشكل ديال الكسكسو. صافي من بعد ما طحنا المكونات بجوج، هنا في القصعه غادي ندير داك اللوز والسكر، وغادي نضيف الكاوكاو اللي طحنطو. نحاول ندخل المكونات مع بعض. وعلى فكره تقدروا ديروها غير بالكاوكاو، تقدروا ديروها بالكاوكاو وجنجلان، او غير باللوز بوحديتها، يعني اللي متوفر نخدموا به. هنا درت واحد المعلقه ديال الزبده من الاحسن تكون من النوع الجيد حيوانيه. هنا درت بيضه كامله وجوج اصفار ديال البيض باش نحتفظوا بالبياض، نفندوا فيها يعني ندوزوا فيه الحبات ديال الحلوى ديالنا من بعد. ودرت المعلقه ديال الكوفيتير، معلقه كبيره بطبيعه الحال. صافي غادي معك كل شيء. هادشي هذا نعلكو كما كيقولوا لي، هذا سميتها المعلكه لان كتعلك هي في العجين. كنعلكوها مزيان مزيان مزيان، كتخدم مزيان. صافي حتى كنساليو العجينه ديالها وكنخليوها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق حتى كتشرب المكونات. من بعد كندهن يديا بالزيت، كندير كويرات متوسطين، ماشي كبار وماشي صغار. صافي من بعد غادي ندوز الكويرات في بياض البيض، وغادي ندوزهم في رقائق اللوز كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. صافي وغادي نستفوهم في اللاطه اللي غادي ندخلوها الفران مسخن من الفوق ومن التحت. كنديروه في الوسط. الا غديروه في الفران ديال الضوء ديروا المروحه وعطيو 170 درجه. الا غادي ديروه في الفران ديال الغاز نقصوا العافيه وخليوه في الوسط باش كطيب من التحت ومن الفوق بحال. هنا بعد ما كنحيدها من الفران وهي مازال سخونه، فانا كندهنها بالناباج باش كتعطيها واحد اللمعه. كما كتشوفوا هذه اللمعه هذه كتجي ممتازه، وكذلك كتحتفظ بالغريبه بالتعليكه ديالها. صافي هنا كنكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو. الا عجبكم ما تنسوناش باللايك والاشتراك. فيديو قادم ان شاء الله، الى اللقاء.